ننتقل إلى أخطاء تقع عند نطق الكسرة. والخطأ الأول الذي نسمعه هو خلط صوتها بشيء من صوت الفتحة كما شرحت منذ قليل. بدل أن يقول به يقول به، وبدل أن يقول المغرب يقول المغرب. هذا سببه خلط صوت الكسرة بالفتحة، وحله وسبيل الخلاص منه التدريب. الأمر الثاني من الأخطاء التي تقع عند نطق الكسرة خلط صوتها بالسكون، وذلك بسبب عدم رفع وسط اللسان وعدم خفض الفك السفلي بالمقدار المطلوب عند النطق بها. نحو سأنطقها خطأ أيها الإخوة: بس اسمعوني. يقول مثلا بعض إخواننا خاصة المبتدئين أو الذين لم ينتبهوا إلى هذا المبحث: بسم الله الرحمن الرحيم. أسمعتم؟ بس بدل بي يقول بسم الله الرحمن إيش هذا الصوت؟ هذا صوت عامي، هذا صوت كالذي ننطقه في بيوتنا، لكن الكسرة العربية ليست كذلك. الصواب بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تدربنا عليها ننطقها بكل تلقائية من غير تكلف. نعم، ننتبه إلى هذا. أيضا كلمة الصراط، نسمع من بعض إخواننا في الفعل اهدنا الصراط. اسمعوا: الصراط، ص هذه كسرة بسيطة مخلوطة بسكون ص، والصواب صي. اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، ولا نقول الصراط. وقيسوا عليها الكسرات المخلوطة بالسكون، هذا كله لا يصح. بهذا نكون ولله الحمد قد أتينا على مبحث إتمام الحركات وأهم الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها المتلقي، فلينتبه إلى ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا تلاوة ترضيه. الأمر سهل أيها الإخوة، حله التدريب فقط، التدريب والقراءة الواعية إلى أن يصير عند الفم مرونة، كما قال إمامنا الجزري: إلا رياضة امرئ بفكه. فبعد هذه الرياضة يصير نطق الإنسان للحروف القرآنية تلقائيا ويصير صحيحا سهلا بإذن الله. فلا تظن الأمر صعب أو يعني مهول كما قال الشاطبي، والأمر ليس مهولا.